والاكل والخدمه وكل حاجه عن قريه توليب ان فايد، قريبه من المطار جدا. قبل ما اتكلم عن التفاصيل والملاحظات على الفندق، هجيب لكم رقم التليفونات، وعموما في وظائف كانت مطلوبه في الفندق، اتصل برضو لو في وظيفه تناسبك ولا حاجه، ومعظمها كان امن، اتصل وشوف. اول رقم من الاثنين 0643666402 064336 والرقم الثاني 012 83 53 40 30 012 83 53 40 30. يبقى عندك رقمين تسأل على الأسعار وتسأل عن الأيام بتاعتك والوضع بتاع الإقامة بتاعتك كام يوم، وهجيب لك مكتبين بتليفونات عشان تشوف العروض وتقارن بينها. هو مكان كويس وجميل بس محتاج زيادة الاهتمام. هو هادي ما عدا في الأيام اللي على البحر اللي فيها دي يوز. أسعاره ممتازة ومناسب للأطفال. الخضرة بتاعته جميلة ومريحة للعين وفي راحة نفسية موجودة. الإفطار بتاعه جيد جدا. موجود 2 حمام سباحة. الواي فاي بتاعه مجاني وباركينج مجاني ومحدش يشتكى من الواي فاي. الفندق مناسب لذوي الاحتياجات الخاصة، اخواتنا وحبايبنا. أعزكم الله، يمنع اصطحاب الحيوانات الأليفة. الغرف بتاعته مكيفة ومحدش يشتكى من التكييف. فندق يتميز بالخصوصية. الأسعار بتتراوح من 700 ل 900 قبل 6 وبعد نص 10 الأسعار بتنزل. احنا بنتكلم من 700 ل 900 بالفطار 4 أفراد. الدبل من 350 ل 450 بالفطار. نتكلم عن بعض الملاحظات اللي موجودة على قريته. حمامات السباحة بتاعته مش نظيفة قوي، تحتاج متابعة، والمتابعة مش جامدة. وفي شوائب كتيرة في البحر، لازم يتم تنظيف الشوائب اللي موجودة في البحر. يعني حاجات بسيطة زي أسلاك النوافذ، زي التلاجة ضعيفة شوية. وجود الدي يوز مؤثر على نفسية النزلة شوية، لكن المكان معقول. أسعار المياه والمثلجات يعني بالكلام إن هي 3 أضعافها، وإحنا رايحين يومين 3. يعني ملاحظات بسيطة، يعني ممكن مفيش بوتاجاز، مفيش معالق، اطباق. المفروض الحاجات دي بسيطة برضو. إدارة الفندق إدارة واعية ومفروض تتصرف فيها حاجات برضو هتريح النزلة. مساحة الشط والبسين صغيرة، يعني عاملين نقول حاجات صغيرة مش هتكلف الفندق حاجة. الأبواب بتاعت الغرف بعضها يحتاج لصيانة. تليفونات مكاتب برضو هتقدم عروض يمكن أحسن من الفندق ساعات. 012 283 69 22 3 012 283 69 22 3. الرقم التاني 010 49 20 49 010 49 20 49. يعني نظافة الحمامات والبسين حاجات بسيطة. يعني اسمع ان بينضفوا مثلا سلة العساكر في البحر، لا، حاجات بسيطة قوي. نظافة الحمام والبسين والشواطئ. سعره كويس وخصوصية وراحة نفسية، والفيو بتاعه جميل. غرف جميلة محدش قال عليها حاجة. ما احنا لازم نقول اللي لينا واللي علينا. انا جبت لكم كل الملاحظات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.